نعيمة البدوية. بطبيعة الحال كنت تنتسنى يعني غادي يكون واحد التخوف وكذا بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي ثار الانتباه ديالي أن السيدة يعني تجيب على بعض الأسئلة وهي واثقة من نفسها. يعني تخيل أنني سمعت القضية فاش كتكلم على هاد الناس اللي داعينها، اعتبرت بأنهم يبحثون فقط عن الشهرة. ركزوا معايا على هاد القضية دي، يعني الشهرة. دونك هنا نعيمة البدوية كتعتبر راسها مؤثرة كبيرة، إنسانة مشهورة، إنسانة عندها وزن في السوشيال ميديا. يعني بالرغم من الهفوات ديالها الكارثية والأخطاء، إلا أنها ما زالت كتشوف بأن هاد الناس هادو اللي كيدعيوها واللي مشاو حطوا بها شكايات. يعني أنا سمعت واحد المجموعة ديال التهم فيها الاتجار في البشر، الإخلال بالحياء العام، بزاف من حق أي واحد شاف واحد الأمر يعني غير مستحب وكيمس الأسرة المغربية ولا شي حاجة، يعني من حق أي واحد أنه يرفع شكاية. ولكن ملي شفت هاد الطريقة ديال الرد درت علامة استفهام. علامة استفهام. بطبيعة الحال عندها حق انها تدافع على راسها، عندها حق انها تمشي معاهم تاهي في المساطير، عندها. حنا كنعرفوا بان المتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالو. يعني ماشي بالضروره انه غادا تكون شكايه صافي مشيتي للحبس، لا، يكونوا شكايات، يكونوا شكايات كيديه، كيكونوا عدم كفايه الادله. يعني انسان يعني داكشي ماشي بيدو، كيبقى بيد المحكمه. المهم انا فاش شفت هذاك الفيديو بقيت تنشوف، فاش بقيت كنبحث وكذا وكذا، لقيتها يعني فعلا حتى هي يعني ما سهلاش بهذا المفهوم هذا. كتقول لهم اودي نتوما كتقلبوا على الشهره، اللي بغاني كيقلب عليا، نهار المحاكم ما كتجوش تصوروا هذه، تصوروا تقلبوا غير على نبأ. المهم واحد المجموعه ديال ديال الردود اللي بالنسبه لها هي يعني كتدافع على راسها. المهم حنايا سمعنا بان تحطت شكايه، بطبيعه الحال خاصها وقت وخاصها استدعاء وخاصها استنطاق وتسمع شنو عليك، شنو قلتي هنا، كذا كذا كذا. يعني عاد توصل لديك المرحله ديال انها توصل مرحله التقاضي والجلسات ما الى ذلك. المهم خلي داك الملف جانبا. اللي اثار الانتباه ديالي كذلك وهو واحد خبر ديال اعتقال اليوتيوبر، الاعتقال محمد تحفة. السيد كان قبل شي 4 ايام ولا 5 ايام قبل ما يجي، يعني باقي يلاه بادية الكان تقريبا، المنتخب كان لاعب نصف النهاية ولا الثمن. يعني كان كيطلب من المتابعين ديالو انهم يدعيو مع الام ديالو شافاها الله وعافاها مما ابتليت به. حنا كنقولوا يا ربي تشافيها وتعافيها، تلك المرأة الصالحة، المرأة الطيبة، الله يشافيها ويعافيها. ولكن وكان قال بأنني غادي نجي للمغرب لأسباب. دابا تخيل واحد إنسان كيقولوا عليه بأنه عميل، بأنه خائن، بأنه كذا وكذا وكذا وكذا. هو كيجي دابا هذا المتهم كيجي كيقولك أودي أنا غادي ندخل نهار 2 ولا 3. شنو كيعني هذا ملي كيقولك انسان وانا غادي؟ يعني كيعني اول حاجه انا سامتثل، انا غادي نكون حاضر، انا ماشي هربان، انا ماشي لاجئ سياسي، انا ماشي فار من العداله، انا غادي نجي للمغرب في الوقت فلان فلاني. الا عندكم شي حاجه عليا ولا كذا، ها فين غادي نكون. داكور مزيان. جا ولا ما جاش؟ بطبيعه الحال جا ليله قبل ما يلعب المنتخب النهائي ديالو المشهور مع السنغال. فمن الاولويات بطبيعه الحال الناس باش ما يتخلعوش، باش ما تكونش بزاف ديال الهضره، لان كثروا الاشاعات بانه نهار هو عند الفرقه الوطنيه، نص نهار هو عند البوليس، دخل الاستاذ زهراش، الكفالات رفضات كذا. يعني واحد المجموعه ديال الاشاعات تنسمعوها ولكن لا اساس لها من الصحه.
نقدر نقول لكم بانه مثلا الا كانت شي شكايه ولا شي حاجه راه عادي، ماشي الشكايه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، فكيشوف كيمشي كيستمعوا ليه عادي، كيلقى بان كيمتثل. اللي مهم هو انه كيمتثل. كانت شي حاجه راها غادي تعاقب عليها بحالو بحال كايها الناس، ما كانت حتى شي حاجه راه تيمشي بحالو. فاليوم كثرت الشائعات بزاف على انه معتقل ورفضوا ليه الكفاله وكذا. هادشي الاخوان والاخوات ما عنده حتى شي سند صحيح اللي مبني على امور اللي ممكن نقولوا بانها مصداقيه وان هذا الكلام صحيح 100%. هادشي كلشي لا اساس له من الصحه. فالغايه اللي كيتفرج واللي كيسمع، بحكم اننا كنتفرجوا وكنسمعوا، الغايه الاسمى من الزياره ديالو وهو زياره الام ديالو، الله يشافيها ويعافيها، ونتمنوا انها تكون بصحه جيده، ونتمنوا الشفاء العاجل لكل امهات المغاربه. امهات كيبقاو خط احمر، يعني امهات ما يمكنش انك تقول فيهم شي كلمه خايبه. ولكن الغايه الثانيه، الهدف الثاني، الحضور للمباراه النهائيه ديال المنتخب الوطني المغربي. وعاد كل واحد والاهداف ديالو، كل واحد وعلاش جاي. ربما كاينه شي شكايه غيجي يستمع ليها، لان فعلا المواضيع اللي يطرحوها على مائده النقاش في السوشيال ميديا مواضيع جريئه. يعني لم يسبق لي وأنا رأيت إعلامي أو صحفي مغربي يعني بالمكانة ديالو والرمزية ديالو كيناقش هذوك المواضيع، وخاصة مواضيع سيدي سليمان وداكشي اللي كنسمعوه في الغرب وداكشي اللي كنسمعوه كيناقش يعني مواضيع جريئة جدا. باش انك تناقشها الا خاص يكون عندك معطيات، خاص يكون عندك ادله، خاص يكون عندك براهين. مادام انك كتناقشها وكي مثلا المعنيين بالامر كيديروا بك شكايات وكذا، وما كي يعني ما كيتخاد في حقك حتى شي حاجه، هذا ما كيعنيش بانني غادي نجي ونقول من يحمي مثلا تحفه. لا، ربما داكشي اللي كيقول صحيح، ربما داكشي اللي كيقول صحيح وشافوا الناس مسؤولين وتيقول اودي راه غادي نشوفوا هادشي بعين الاعتبار، كيرجع بحالاته او كتمشي الشكايه للحافظ. هذا اللي كاين. فباش نجي مثلا نخلق شائعات بان فلان تعتقل مثلا ولا كذا، فهذه يعني اش غادي نقول لكم، خرجوا بعض القنوات وهذا كيقول لك اودي اعتقال مع اعتقال، فما سمعنا حتى شي حاجه. انا اللي وصل الى علمي بانه بعض الاخوان والاخوات شافوه في المطار في طريق العوده الى بلده الثاني اللي هو امريكا. بعض الاخوان عاوتاني خرجوا قال لك اودي هادشي كلشي لا اساس له من الصحه. فنفس الاسطوانه كدور ملي كيكون برا المغرب كيتحداوه يدخل، ملي كيتحداوه يدخل وكيدخل كيتحداوه يخرج، ملي كيتحداوه يخرج كيتحداوه يدخل، وبقات غاده الدوامه. والضحيه بطبيعه الحال راه هو المتابع لإلهائه على المواضيع الثقيله اللي كتناقش، المواضيع الجريئه اللي كتفتح. يعني ربما كاين سبب من الاسباب وما عندنا ما غادي نقولوا. فحفظ الله الجميع، حفظ الله الجميع. بهذه المناسبه ندعو لام اخينا وصديقنا وزميلنا محمد تحفه بالشفاء العاجل. قبل ما غادي نساليو هذا الفيديو الاخوان والاخوات، ما تنساوش التشجيعات ديالكم بالاشتراك في القناه، جيم للفيديو بطبيعه الحال ان اعجبكم. اللي ما عجبوش الفيديو راه كاينه ديزلايك. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المتابعين المسلمين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.